جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا. الو ايوه. السلام عليكم، مساء الفل اعزائي المستمعين والمشاهدين. حلقه جديده من انرجي بلس. طبعا احنا عارفين ان انرجي بلس محتوى تشوفوه مش بس تسمعوه. النهارده حلقه فيري سبيشال، حتى السيت اب بتاعنا سبيشال ومختلف خالص عشان معانا ناس مختلفه جدا جدا جدا، ماشيه بدماغها من زمان قوي 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 قوي، وعرفوا ان هم بدماغهم يعملوا بصمات رهيبه ويعملوا اسم خطير، وبقى في اجيال كتيره جدا بتلوك اب فور ذم كمان. النهارده هنتكلم عن التاريخ المشرف قوي ده، وهنحاول نشوف شويه انسايتس كده منهم عشان حبايب القلب معانا النهارده في انرجي شارموفرز. مساء الفل يا شباب، الله. عاملين ايه؟ الحمد لله. انتوا نايمين؟ لا 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 يعني ده انتوا لسه صاحيين، بس لا شارموفرز يعني الانرجي كلها وكده. تحاولوش تدوا اي لا مش انطباعات نايم، ما اخرى. تقلقيش. لا خالص ما تقلقيش. although ان انطباعات عن شارموفرز فعلا ان انتوا طول الوقت هايبر جدا جدا جدا، بس انتوا في حياتكم الشخصيه انتوا التلاتة عندكم هدوء كده، بتحبوا تسكتوا كده. يمكن بوب اشقاكوا، بس انا عارفه فره وعارفه مو اسكتوا في ايه، صح؟ لا واحنا اشقياء كلنا، بس بيبقى ممكن عشان وقت الشغل بيبقى دايما كله دوشة. في اي وقت ما فيهوش شغل بيبقى هدوء احسن عشان نعرف نعمل دوشة تاني. هدوء لحظي. ايه اكتر حاجه بتدوشكوا بتخوفكوا كده قبل ما تخشوا على بروجكتس، حفلات، انتوا عايزين تعملوا ميوت في حياتكم بس شش. اي نوتيفيكيشن على التليفون، سواء مكالمه او مسج أو اي حاجه مش عايز. بجد؟ يعني حتى لو اوردر اكل جاي مش عايز دلوقتي، يعني تعالى خبط على الباب بس ما تطلعليش على التليفون. اوكي تليفون. انا التجمعات طب في ما بيوت. انتوا اوريدي تجمعات بقى، ما لا الناس بس كلها متجمعه. مثلا ما احبش تجمعات عائليه مثلا قبل حفلات او كده، تبقى بالنسبه لي ستريس جامد. طب اللي بعد الحفلات؟ لا عادي، بعد الحفلات بقى يلا نحتفل نهيص. ونهيص عادي. فره. تليفونات زي مو تليفونات مين؟ انا ما بحبش التليفون، انا بقفل تليفوني اصلا طول الوقت لما يبقى عندي حاجه محتاجه تركيز يعني. فره طبعا ابن انرجي ده كده كده. وهو كان المين بروديوسر معانا في انرجي، وهو اخر واحد انضم كمان لشارموفرز. واحضرني يا شباب موقف في 2012 زمان. يا ده 2012. والله ياه كان مفيش خالص. 2012 كان في برنامج زمان بعمله اسمه يلا نجايب، وكلمتكم قلت لكم يا شباب انا بستضيف فرق وكده. كانت اسمها فرق مستقله ساعتها. ده كان اول انترفيو راديو نعمله بجد. ما انا عايزه افاجئكم، افاجئ الناس كلها معانا. انا جيت سجلت معاكم في الهوم استوديو بتاع مو. ايوه بيت اهلي. استوديو ده بيت اهلي، اوضه نومي عادي جدا، مش هوم استوديو حتى. ايوه. وبعدين سجلنا، كنتوا ساعتها منزلين مستر شارموفرز العظيم، ماشي. وقعدنا نتكلم وسالتكم السؤال اللي بتتسالوه طول الوقت في الحياه، يعني لماذا سمي شارموفرز بشارموفرز؟ فانتوا كنتوا طبيعيين جدا، وعلى سجيتكم انت في بيت اهلك بقى، فكنت حاسه باريحيه جدا. فانت قلت لي السبب بكل اريحيه، يعني ان انتوا كنتوا تهزروا بقى وطلع اسمه وبتاع وحصل ايه وكده. فساعتها مديرتي في الشغل منعت منعت الحلقه دي انها تنزل اصلا. بعدها بسنه طلعتوا بقى في البرنامج انا فاكره. ايوه. ورحت قلت شفتي شفتي شارموفرز. وده حدث بنتكلم ونحكي عليه. بس بعد كده طبعا استضفتكم بقى ساعات بارانويا وحاجات وكده. من الانترفيو بتاع بيت اهلكم ده لحد النهارده، ماذا اختلف كومبليتلي عن الدايركشن بتاع شارموفرز في الفكر؟ جوزنا احنا الثلاثه. جوزنا وانا شعر دقني بيض. سن. والاغاني بقت مختلفه اكيد، كل حاجه اختلفت بقى، الجمهور اختلف والمزيكا اختلفت وطريقه الشغل بقت مختلفه برضو، سواء في الميوزك برودكشن او في الكتابه او في اي حاجه، يعني بقى الموضوع بقى مختلف طبعا. الكتابه كانت ممكن تكون المواضيع في السن ده كانت مختلفه خالص عن دلوقتي، كانت هسه خالص. المزيكا بقى مو فره بقى بيشتغلوا مع بعض بشكل مختلف خالص عن الاول. اوكي. ممكن دلوقتي بقى في ناس ممكن تكتب معايا، ده زمان ما كانش بيحصل خالص. اوكي. دلوقتي بقى انت ممكن كنت تكتب كل يبقى حاجتك الاول كلها ولحد دلوقتي، بس يعني مثلا في الالبوم اللي جاي فيه اغنيه ونص كده حد كتبهم معايا، محمد شافعي. اوكي.
بقى الموضوع يعني نقدر نقول ان هو اسلوب حياة بقى. يعني ساعتها كان اللي هو زي الهاني مون ل 2012 ده اللي هو كانت البداية، وكل واحد بيشتغل حاجة تانية وقاعد ما يعني كنتوا متصورين ان انتوا هتبقوا زي ما انتوا النهاردة؟ يعني كان ده تارجت، تصور، حلم حتى؟ حلم كان لا اكبر ان شاء الله، يعني ان شاء الله لسه هنوصل له يعني. أوكي. ان شاء الله احنا لسه هناك في حتة اللي هي هنوصل لإيدي اكننا لسه في 2012 عادي. اوكي. وفي 2012 تصورتوا اللي انتوا وصلتوا له وخططتوا له وعملتوه؟ اشتغلنا جامد يعني ولسه بنشتغل جامد يعني، لسه احلام كتير لسه عايزين نوصل لحاجات كتير. اوكي. يعني كان حلم حياتي اقف جنب فرع على الستيج والحمد لله ده اتحقق. يا نهار ابيض. أيوة. فرع اصلا انت في 2012 كان عندك كام سنة؟ 2012 كان عندي 17 سنة. اوكي. كنتش صغنطت قوي 17 سنة. 17. وكنت تسمع شارموفرز بقى؟ كنت بسمع شارموفرز من 2017. بس في تو ايرز برضو. انا فاكره في الايرا بتاعت عز شهوان معاكم، وبعدين في الايرا بتاعت باند بقى كبير، فول باند. احنا ابتدينا اول ما ابتدينا لايف كنا 8 اشخاص ولا 7 اشخاص حاجه كده. التوتال كان عامل مثلا مش 13 باين 12 بالايقاع بكده. يعني كنا عاملين فرح مولد كده. ايوه. وبعد كده ابتدينا نركز اكتر، طب احنا محتاجين اصوات ايه بالظبط اللي تبقى بتلعب. بعد كده شويه جت الكورونا فحصل قرار الكورونا ده غريب قوي. ان ليه الكورونا هو وطواط. لا مش قصدي الكورونا، قرار انه وقت الكورونا تجت انسبايرد كده فكره ان احنا هنخلص عماله. لا هي مش هنخلص، لا هي مش ان احنا هنخلص عماله، يعني هي مش تقليص عماله. مش صباح الفل تيجي تمضي وتمشي لا مش كده. بس هنبقى اقل. دي جت ليه منين يعني؟ يعني في حلول يعني كانت انت سرعه انت بتاعت ليه نبقى كتير لما ممكن نبقى 3. لا على فكره لا انت كان قبل الفر ما يخش. من قبل الفر. لا انا دخلت بعد ما قللنا على طول الفر دخل. طب ايه يعني بتبقى جاي ايه؟ عشان العدد مثلا بيعمل مشاكل؟ لا مش كده. هو دلوقتي وقت الكورونا ده كانت حاله حرب كده. لوجستيكيات بالظبط. اللي هو احنا السفر اسهل. حسينا ان احنا ما كناش هنقدر نكمل في الوقت ده بعد توقيف سنه. قعدنا سنه ما بنشتغلش. فكان هيبقى ظلم ان احنا نبقى كل الاشخاص دي ان احنا نقوم الدنيا تاني. بس منتهى البساطه يعني. بلس ان انت علشان برضو تظبطي السكادجول بتاع 8 بني ادمين ده هاسل كبيره قوي بالنسبه لنا وبالنسبه للمانجمنت، اللي هو يبقى بيكوردينيت. يلا يا جماعه هنسافر، يلا عندنا حفله، يلا عندنا ريهرسل، احنا هنسافر قبلها بيوم ونرجع بعدها. فانت لازم فهي بتوفر حاجات كتير قوي. اوكي. شارموفرز عندهم مزيكتهم الخاصه، عندهم الجروف بتاعهم اللي مخليهم مميزين جدا جدا، وخلاهم كمان يوصلوا لقطاع كبير. يعني شوف انا بقول لكم ايام الفرق اللي ما كانت اسمها فرق مستقله وبتاع، دلوقتي شارموفرز طبعا كوميرشال جدا، وبيروحوا وبيطلبوا في افراح يعني خلاص هي جزء من ثقافه المواطن العادي جدا عارف شارموفرز. ده وراه فكر طبعا، ووراه احلام، ووراه باشن ديفنتلي، بس كمان في تطورات. يعني موضوع بقى احنا بنجيب ناس عارفة كل واحد بيعمل ايه في المنظومة دي عشان يبقى it's about the show, not only the music, not only the lyric، يعني not only the song من الآخر. يعني مين فيكم اللي كان دايما طول الوقت بيشوف احنا لازم نجيب حد برانا يعمل كذا او كذا او كذا؟ مين اللي بيبادر اكتر قبل فرة ما يجي ويبقى خلاص التيم كده اكتمل؟ في كذا قسم. يعني في قسم لو هنتكلم في حاجات ليها علاقة بتكنيكاليتيز في الصوت وكده، ده كان بيبقى مو حتة اللبس والحاجات دي ده كان بيبقى أنا. كنت أنا اللي بكونتاكت الديزاينرز والناس وكده. انت فيجوال وهو هو ده من أول يوم. يعني من أول يوم حتة الفيجوال هو اللي كان بيرسم أصلا كل الحاجات في الأول دي. كان بوب هو اللي بيرسم كل الحاجات بتاعت الأغاني. لا الشرموفر كان عبد الله صبري اللي كان رسم. لا بس انت اللي عامل عبد الله رسم. ايوه ما كنتش عارف كده. انت اللي عامل كل اللي هي الفيديوز الكرتونج دي، انت اللي كنت راسمها. ايوه انا كنت اللي بعمل الانيميشنز اللي في الاول دي كلها. اوكي كنت انا اللي بعملها. وبعدين لما يعني ننط بقى لما فرج جه دلوقتي مثلا الموضوع بقى مختلف في كذا اتجاه. يعني بقى في بقى يعني هو دلوقتي مثلا ماسك حتة الفيجوالز والحاجات اللي هتحصل على السكرين باللايت بشكل الستيج بكده. بعد كده خديجة موجودة حتة الكوريوغرافي والدانسرز وكده. ومو نفس الموضوع حتة التكنيكال بس تطورت جدا.
بحيث ان هو الشو يبقى كامل متكامل. الاضاءه مربوطه بالديتا شو اللي بتحصل ورانا على السكرينز، بالرقص، يعني يبقى كل الموضوع حاجه واحده. فول شو، فول اون شو بالظبط. فول اون شو. فرع جيت عملت ايه يا فرع؟ مش قلبت الدنيا والله خالص ما جيتش يعني انا جيت مشيت في البروسيس. لا فرع ليه انبوت جامد طبعا يعني، هو متواضع لا بس ليه انبوت قوي يعني. ايه بقى اكتر حاجه فرع فرق فيها؟ انا خالص. اول حاجه جيت عملت جينا اشتغلنا عليه كان تقريبا تصوير عروستي بعد 3-4 شهور. لا كان صوص المكرونه. صوص المكرونه صح. اوكي صح. كان ده كان اول تعامل مع بوب كانت كمخرج. اوكي. بعد كده واحده تعاملنا كميوزيشنز بتاع كده. بعد كده ابتدينا لما البارتنرشيب ابتدت تيفولف، ابتدى يبقى فيه انبوت في كل حاجه بقى اللي هو مع بعض بقى يعني اداري وفني. فرع برضو راجل اداري جدا ومنظم بزنس اورينتد يعني مخ بزنس مان جنب الفنيات، فبيضيف كتير في حته الاداريات وفي اتخاذ القرارات والقصص دي. ودم جديد بقى في حته المزيكا، دم جديد خالص طبعا فريش قوي. فقعدنا على فكره فتره طويله على ما نعرف ان احنا يبقى في كميه المزيكا في الاستوديو دي. اخدت وقت، لكن في الالبوم اللي جاي ده يعني صوت فرة يعتبر ظاهر في الالبوم اللي هيطلع الجديد يعني ان شاء الله. اوكي نايس. طيب شباب، انتوا جروف مختلف لان انتوا اصلا يعني لقاعات هي بدايتكم يعني، هو تقريبا الاتفاق يعني. واي نو ان انتوا اكتر حاجه بتنسجموا فيها مع بعض هي talking about music او الكلام عن المزيكا. ايه الخناقات بقى اللي بتحصل لما يبقى حد عايز جروف والتاني عايز جروف تاني او عايز ايقاع تاني او يعني تبقى خناقات مزيكا برضو؟ تبقى خناقات عامله ازاي بقى يعني؟ بتوصل لايه ومين بيمشي كلامه؟ هي ما بتبقاش خناقه. هي ما بتوصلش انها بتبقى ديسكشن سخنه بس مش خناقه يعني. هو احنا ما بنتخانقش مع بعض، بتتخانقوا مع الاخرين. لا يعني احنا بنبقى لان احنا الثلاثه احنا اشخاص حساسه جدا والحساسيات وسط المزيكا بتبوظ الدنيا، فاحنا دايما بنتجنب التصادم. فبيبقى التصادم بيكون دايما تفكير وبعد كده نوصل لحلول. او كان بيبقى مثلا لما كان في مانجر زمان مثلا، دلوقتي احنا بالاداره عندنا في التيم يسري وشاهندة واحنا اللي ماسكين الدنيا معاهم. كان بيبقى فيه لو حد في النص دايما بيبقى اللي متضايق ده بيبخ فيه هو، وبعد كده بنرجع لكن ان احنا نبخ في بعض ده هيخلينا ما نعرفش نقف على مسرح او نخش استوديو مع بعض بسهوله. بس دي حاجه صعبه قوي ان انتوا طبعا. بس كان في بخ زمان كتير يعني عامه كان في انا حضرت بخ، بس انا حضرت بخ على فكره. لا احنا دلوقتي بقى في عقل تفاهم، في عقل طاغي كبرتوا يعني الموضوع دلوقتي بقيت بتفكري في ايه الريزولت بتاع البخ اكتر مما هو ليه البخه جت من ايه يعني. هل هنقعد نشاكل مثلا في تاخير؟ انا حاسس ان هي بقت اكتر يلا نحل المشكله بعد كده نشوف بالظبط العقل بالظبط يعني اللي هو يلا ممكن نادم مايكي الو ايوه هو وقع بس قوي انزل انا اسف ايوه اللي هو يلا في مشكله يلا نحلها بعد كده بقى نشوف بقى ايه سببها. بس اللي هو يلا نطلع من اللي احنا فيه دلوقتي ده. بس انا حاسه ان ده انبوت فرق قوي في حياتكم جماعه. احنا بنتخانق ليه؟ ما هو تيجي نظم نتكلم الدنيا. هو نظم الدنيا يعني احنا هقول لك حاجه، احنا كاشخاص ممكن انا ومو عشوائيين جدا فهو ممكن يكون نظم الدنيا جامد. طبعا دخوله فرق في حته سبونج ايوه قوي عشان كده التنظيم، وهو كمان بيعرف يوفق بين الناس وهادي كده، ولو جايز براحه كده. أيوة ليه نتوتر لما ممكن ما نتوترش برضو؟ أيوة. وحل المشاكل ايوه حل. طب مين مجننك خالص بصراحه يا فرح؟ مجنني فيهم اكتر عادي قول. عادي ما تخافش. حاسس ان فرة مامتنا واحنا يعني المشكله خلي بالك ان فرة ما بيبانش عليه. لا هو ممكن يبقى عايز يقتل الناس اللي قدامه دي كلها دلوقتي ولا حد هيعرف. فاهمه دي حاجه فيه برضه. ما انا عارف ما بيبينش دافن حاجاتي جواه. ايوه بتبان حمل وديعه وكده، بس لا بس ستيل بيعرف قوي يمسك في وقت الجد يعني، ما يبقاش الدنيا مبهوقه ايموشنز وايز، بيعرف ايوه يقوم عامل عنده حركه كده بتهدي لا والله ما فيش يعني. انا بصراحه يعني الايفنت اللي عندنا اللي جاي ده كنت فاكر انه هينتج منه اتليست مثلا 10 مشاكل بير لينك يعني 10 ما بيني وبين بوب و10 هنا و10 يعني كده 20 ما حصلش غير ونص وواحد بجد. طب نوع المشاكل اللي انت بتكسبكتها جايه من بوب بتبقى عامله ازاي؟
او على ايه او كومنتس رايحه فين؟ والله انا مش عارف. هو بوب اتضايق مثلا مني امبارح، مثلا حصل بينا حوار كده معين امبارح، انا كنت فاكره جايين ننشر غسلنا ستوب يا جماعه. لا عادي عادي لا مش لا خالص، احنا جايين عادي والله، براحتنا، ما في تقلقش كومنت. ما تقلقش. يعني اتمنى يكون انت اتضايقت على مضايقتي. صالحه بس يا انا فندم. خلاص احنا اتصالحنا امبارح. اتصالحنا. طب لا انا عايزين نعرف اتضايقت انا عايز اعرف. طب امال ايه؟ انا ما اعرفش. طب سيبه يقول يا عم. اتضايق ليه؟ لا هي الموضوع مش ليه، هي الكونسبت نفسه كان كونسبت ورا المضايقه يعني. اللي هو يعني ان احنا نتكلم مع بعض قبل كل قرارات، ناخد ان انت يعني مثلا خدت قرار من غير ما تقول له، هو اتفاجئ مثلا، حاجات زي كده يعني. اوكي هو مثلا مش عايزني اخش في مود مش لذيذ قبل الحفله، فهو يشيل بقى مشكله فانا لوحده. شلت مشكله لوحدي. فاهم قصدي؟ فانت اللي هو لا يا عم مش احنا مع قرار بعض اللي هو كده، مش تنفيذ مش يعني. مش بس فاللي هو لا يعني عادي نتكلم مع بعض. وهو بقى قاعد يقول لي طلعت مشكله كيوت قوي يا مو. فين لا، هي الغسيل؟ مشكلة cute أوي فين على فكرة. الغسيل؟ ما اعرفش ايه المشكله. انا قلت امن بس. خلي بالك احنا لو في بينا مشاكل كبيره عمرنا ما ينفع نبقى فرقه، عشان تبقي فاهمه. ما طبعا صعب جدا. تخيلها. المزيكا برضو طاقه في الاخر، هو لازم يبقى في طاقه حلوه وكيمياء لذيذه على فكره بين الاخوات ببقى عارفه ده هيكومنت على ايه وده هيكومنت على ايه. طب مو على فكره مشكله اخويه بجد. انا عارفه امبارح اللي كنا بنمر بيه ده كان امبارح 100% اخويا، اللي هو انا مش عايزك تمر بده دلوقتي، اكتفي بان انا امر بيه، ويوم يومين كده وهتمر انت برضو بيه يعني، كده مش هتيجي معايا. بس في اللحظه اللي حصل بيها الموضوع اتس unnecessary يعني. اوكي. طب مو بتحلق عليه منين؟ لا مو اكتر حاجه حلوه فيه اللي هو ما بيعرفش ينام وهو عنده تاسك. دي حاجه طبعا في اللوجيستكس والاداريات، دي حاجه حلوه طبعا ليك، بس حبيبي صحته يعني اشكره ان هو يعني كوميتد بالشكل ده لنفسه لكل حاجه، بس طبعا الصحه وبتبقى طبعا. شايف يعني ال10 مشاكل اللي كنت بتكسبكتهم جايين من عند مو ليها علاقه بان هو ما نامش؟ لا خالص، اللي هو قلت طبيعه ال هيومن ايرور يعني. هيومن ايرور، ستريس. انا طلبت حاجه غلط ولما شفتها، او هو طلب حاجه غلط فانا هو لما شافها. خلي بالك احنا الفتره دي احنا بنجرب حاجات اول مره نجربها، ففي ترايل اند ايرور كتير بيحصل. فانا ممكن اطلب مثلا من بوب حاجه وانا ابقى شايفها جدا وبوب مش مقتنع بيها بس يعملها لي، وبعد كده اكتشف اوف انت كان عندك حق، ايه ده احنا ضيعنا وقت، طب معلش يا جماعه، فاهمه؟ يعني وتبقى الغلطه من عندي، او العكس فره يكون طالب مني حاجه تطلع غلط يعني. او كنت تكنيكلي مش على درايه مش مالي ايدي من الحته دي مثلا. هي ترايل اند ايرور عامه يعني. الفرقه عامه او الميوزك اكتس محتاجه يبقى في عندها حته الريسك تيكينج في افكار. ان احنا بنجرب حاجه جديده. بس بقى للاسف ان مفيش اللوكجري دي قوي. يعني كوقت يعني ككل حاجه، فانت لازم على قد ما تقدري تحاولي تخلصي اللي انت شايفاه ده بسرعه جدا، عشان يبقى عندك وقت لو ده خيش تعرفي تشوفي بلان بي او سي او تمبروفايزي بقى. فاهمه؟ عارفين شباب انا بتكلم معاكم برضو عشان انتوا نماذج ناجحه جدا في ان انتوا عرفتوا انتوا عايزين ايه، حددتوا انتوا عايزين ايه واشتغلتوا عليه ولسه بتشتغلوا عليه. That's why لما بنقول انه كان في فرق ابتدت من 10 و15 و20 سنه يعني اللي استمر منها فرق قليله، وانت كنت في فرقه منهم. كايروكي ابتديت مع كايروكي برضو، هم ماشيين بكونسبت برضو معين مختلف عنكم تماما، بس فكره انه يبقى في شباب، عشان جان زي بقى اللي بيسمع يبقى في شباب عنده فكر وهدف وعارف انها فلكسبل قوي، ان احنا ممكن هنفشل وممكن هننجح وممكن نعمل ترايل ايرور اللي انتوا بتتكلموا فيها دي برضو جايه من الخبره بتاعت ال 12 سنه، انه عادي يعني ضيعنا وقت في حاجه بس استفدنا حاجه تانية او كده. بس انا عارفه ان انتوا ممكن ما تبقوش عارفين تبقوا اوير بيها قوي او تحطوها، بس دلوقتي وانا اسكيو بتشوفوا ايه المختلف قوي عند الشباب، وبتشوفوا ايه اللي مختلف بينكم وبين الفرق التانية اللي معرفتش تكبر وتكبر نفسها زيكم؟ يعني كان ايه اللي في صالحكم قوي؟ ايه انا مش عارف اتكلم على الفرق التانية لان يو نيفر نو ايه اللي بيحصل جوه. طبعا فانت ما تعرفيش، ممكن يكون حد قرر ان هو عايز يجو فور ذا كوربريت لايف عشان هو دخل ثابت فهو كده تمام وعنده عيله. ممكن حد كبان ممبرز ما اتفقوش مع بعض ميوزيكلي بس هم لسه اصحاب جدا طبعا. ممكن يكونوا اتخانقوا، ممكن يو نيفر نو ايه السبب. حلو. في وات سبيشال about Charmouffers؟ سبيشال ان كل واحد فينا، ده رايي يعني، مؤمن بالتاني. حلوه قوي دي. وبرضه هو عدم توقيف الشغل برضه وسط اي ظروف، دي حاجه مهمه قوي. حته الكونسيستنسي ما هي صعبه بقى. ما هي دي اصعب حاجه يعني. هي دي اصعب حاجه. حته اكيد بيبقى في اوقات الواحد ما بيبقاش قادر خالص ولازم يوقف شويه وكده، بس قصدي ان هو حته ان الاغاني ما بتقفش، دي اهم حاجه.
ان طول الوقت يبقى في اغاني غير يعني تقف لما ما يبقاش فيه يبقى فيه بلوك خلاص ما فيش حاجه طالعه دي ماشي تقف شويه بس لازم يبقى في الوقت اللي وقفت فيه بتلاقي طريقه ان الواحد يرجع تاني يعرف يعمل اغاني تاني. فاكر الفيديو اللي انت بعتهولي بتاع فرال ده؟ هو بيقول فرال ويليامز بيقول ان كل يوم اصحى اعمل مزيكا حتى لو هتعمل 1 minute piece of music بس عشان النهارده غير بكره اللي هو كان بيقول يعني ان هو اليوم اللي مش هتعمل فيه مزيكا يبقى اليوم ده مزيكته راحت خلاص. يعني انا لو نزلت النهارده اعمل مزيكا في مزيكا هتطلع، لو ما عملتهاش النهارده وعملتها بكره هتبقى مزيكا تانية واحده تانية الجو مختلف، المكان مختلف، القعده في حد اصلا كان قاعد زياده، الحد ده ما بقاش موجود او ايا كان، الطريق كان زحمه، الطريق كان فاضي، كل دي حاجات بتاثر. يعني قصدي ان هو موضوع الفن ده زي الاكل والشرب ولون البشره وكده، ما هوش شغلانه واحنا بنشتغل الشغلانه دي عشان احنا ما بنعرفش نعمل حاجات تانية غيرها اصلا برضو. طب ما انا عايزه اقول لك اتكلم عن نفسي انا مش عليك. لا عشان بس فرة كمان فرة من النموذج المشرف بتاع يعني انت بدايه جنزي وانت مختلف تماما عن ذس جنريشن. عشان فرة كمان من هو يعني بيشتغل من هو طفل. لا قصدي ان هو حتى في المزيكا هو باند بيزد يعني فرقه فرق كتير مش اللي هو بروديوسر ورابر او بروديوسر ومغني او اللي هو الفورميلا اللي هي حضر ثقافه الفرق في مصر. بالظبط. قد ايه دي يعني مش موجوده خلاص للاسف. ايوه قد ايه بقى ده اثر في ثقافه الفرقه؟ اثر على ايه؟ اثر على فكره ان احنا نبقى فاهمين الكوبريشن قد ايه مهم، وانه لانه احنا برضو في العصر بتاع الفرديه الفرد. هي على فكره هي في كده حاجه كده حصلت ان هو حد مغني او رابر او whatever اشتغل مع بروديوسر تمام، ف حصل ان الناتج ده بقى ناجح جدا حلو، فكل الناس خدت الفورمولا دي. وبقى في ناس تطلع تقول لك اعلمك ازاي تعمل اغنيه في دقيقه، اللي هو يا جماعه انتوا مجانين فاهمه؟ يعني هي مش علشان مثلا الشيف شربيني بيطلع بيطبخ واكله حلو جدا فهتروح تاكل من عند معرفش مين مش هيطلع حلو. الراجل ده بقاله قد ايه بيعمل كده واشتغل فين وتعلم من مين يعني فاهمه؟ هي مش سلق بيض يعني. طب ومناسبه سلق البيض ومناسبه ان هي اعلمك اغنيه تطلع في دقيقه، عايز اعرف جدا رايكم في موضوع الاي اي دلوقتي ايه، وان احنا فعلا اغنيه بتطلع في دقيقه. تحفه. حلو. اديشن جدا اديشن بس توجهيه بالظبط. بس هو عمره ما هياخد البني ادم. عمره؟ لا. شايف كده؟ متاكد من كده؟ 1,000,000%. ليه طيب يا ماما؟ علشان مفيش ايموشن ورا الموضوع. يعني انت لو شغلتي مثلا درام ماشين او كمبيوترايزد بيز وقعدتي درامر على درامز او خليتي حد يمسك بيز او بتاع، لا في هيومن فيل معين عمره ما الكمبيوتر حاجه ربنا خلقها الكمبيوتر مش عامل. فاهم قصدي؟ طبعا فاهم طبعا. بس هو انتوا ده معناه ان شارموفرز انتوا كل الحاجات اللي بتسجلوها لايف من زمان الاثنين، لانه برودكشن اصلا بقاله قبل الاي اي بقاله فتره ان احنا باللايبرري. ما خلي بالك هو يعني هو الاي اي ان هو انت شلتي مخ البني ادم بطريقه ما وخليتي الكمبيوتر هو اللي يعمله. اوكي. لا احنا بناخد عادي اصوات الكترونيه ومش الكترونيه ونحط افكتس على صوت بوب بس ده مش اي اي. ما هو ده مخنا، ده مش اي اي. انا قصدي التطور بتاعه بقى ان هو يقول ما بيطلع لك الاغنيه بجنرها بالبيت بتاعتها ولا اغاني اكزيستنج يفرقها لك ويفرطها لك وتعرف تاخد الخامه الفلانيه من الاغنيه الفلانيه وتميكسي وتماستري كل حاجه جوه. يعني قصدي اقول انه ده مش ده ما يخوفش، ده يبسط عامه ان انت في تول ادفانسد جدا بتساعدك في الاستوديو. ساعات بتبقى يعني كتير قوي بتبقى الشغل واقف على انك فعلا عايزه انسبيريشن بشكل معين. يعني دلوقتي الاغنيه بتبقى طالعه مثلا من على اي من اونلاين بتدخليها على سوفت وير، السوفت وير بيقسمها لك غنى لوحده، مزيكا متفرطه كذا لاير. دي حاجه مفيده جدا. يعني انت عارفه زي ايه؟ زي لو اكن معاكي وصفه طبخه والوصفه هي موجوده بس مامتك عملتها او رحتي خليتي الكمبيوتر يعملها لك. ايوه. طب ما هي دي اللي انا بتكلم. نفس مامتك في الطبخه هيبقى احلى مليون مره من الروبوت اللي عمل لك الاكل. بس هو ده اللي انا اقصده كده. اوكي. فانتوا مش قلقانين خالص؟ انتوا شايفينه حاجه هو بتفتيح للمخ فعلا زي ما بيقولوا. يعني هو لذيذ ان هو الواحد يقدر يبقى شغال على جانرا معينه، يقدر يسمع حاجات كتيره قوي 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 وبعد كده يقفلها ويبتدي يشتغل. اكيد هتفتح مخك ان انت تشتغلي على حاجه جديده. يعني اوبشن لذيذ.
بس مش هيريبليس البني ادم برضو. اتس تول بالظبط. طيب عايزين نتكلم بصراحه كده واريحيه بما اننا يعني كلنا حبايب هنا في انرجي، واقول برضو حاجه من الناس اللي بتبقى شايفاها او بتجادجها يعني على شارموفرز او على شباب المعادي. شباب المعادي تمام ومستريحين وعادي لو ما جالهمش فلوس من الأغنية النهارده ولا بكره، وهم كده كده عايشين حياتهم عادي، وكأن يعني فعلا انتوا ايه عايشين في بابل، وعادي لو ما عملتوش اغاني وعادي لو ما انتجتوش، versus انه بوب جه قال لكم يا جماعه الاستمراريه. مش فيرسز قوي لانه الاستمراريه، طب ما انت ممكن تفضل مستمر وتعمل مزيكا فعلا وما يجيلكش فلوس. هل ده حصل في حياتكم فعلا؟ ده بيحصل يا جماعه اصلا؟ ولا تفهموا الشباب كده ان هي it's not about this؟ الفلوس كانت ما كانتش حاجه بنفكر فيها في البدايات، في الوقت اللي احنا بدأنا فيه ده عشان خالص. انتوا شباب تمام لا يعني؟ لا لا مش تمام خالص. انا بالنسبه لي انا بصرف على نفسي من وانا عندي 18 سنه مثلا. يعني انا كنت بشتغل مزيكاتي في كذا فرقه وفي نفس الوقت كنت بشتغل بعدها جرافيك ديزاينر مع المزيكا، فكان دايما عندي حته ان انا بحاول اشتغل جنب الحاجه اللي انا عايز اعملها. مش لازم ان احنا نعمل فلوس من الحاجه اللي احنا عايزين نعملها في الاول. لو مش عارف اعمل فلوس من المزيكا يبقى اشتغل شغلنا جنبها، واشتغلت بالفعل لحد ما اقدر اعمل فلوس من المزيكا. لكن انا اقعد في البيت وابقى مستني فلوس تجيلي من المزيكا واقول انا فشلت بقى وكده ومش عارف ايه، احنا لازم نبقى، وفي نفس الوقت فعش ابقى عالة على اهلي عشان انا فنان برضو، لان الاهل بيبقوا قلقانين جدا من حتة الفن دي، اغلبهم يعني مش كلهم، بيبقوا قلقانين اهلك شويه. كانوا قلقانين؟ اهل طبعا مو كانوا سبورتيف جدا، عارفين اهل مو فيري سبيشال، بس اهلك كانوا قلقانين؟ كانوا قلقانين اكيد، اللي هو لازم يبقى في دخل يعني، بس لا ما كانتش سهله الموضوع، ما كانش بالسهوله اللي انت بتقوليها دي. وانا مش من المعادي، انا من اسكندريه، انا رحت المعادي على طول. وبعدين المعادي ما هوش المعادي، موضوع ان المعادي فرافير دي اكذوبه يعني. المعادي فيها كل حاجه طبعا. فيها كده وكده. بس فقصه الفلوس دي مع الفن، بيبقى الفنان الجعان بيبقى حلو، هيطلع حاجات احلى من الفنان الشبعان. صح. واللي جاي من بيت مرتاح قوي وكده والحاجات دي، لما بيبعد عن البيت ده بيعرف يطلع مزيكا كويسة. لكن لو فضل في البيت ده مش هيعرف يطلع مزيكا كويسة. ده وجهة نظري يعني. بس فرة ايه بقى؟ what do you think؟ فأنهي نقطة بالظبط؟ انتوا شباب مرتاح بقى، فانت عادي مش فارق لك يعني اصلا يجيلك حفلة النهارده يجيلك بكرة ما يجيلكش، انت كده كده قاعد بقى بتشتغل في المزيكا وبتاع. فاكتور طبعا كده كده، بس انا بيرسونال برضو انا اندبندنت من 10 سنين تقريبا، وما كانش يعني عندي السبورت برضو اتجاه المزيكا من اهلي، خوفا يعني على البوسيبل اوتكم. انا حتى اصلا اول حفله يحضروها كانت هايد بارك في حياتهم. انت عارف الموضوع ده صح؟ في حياتهم عمرهم ما شافوني بلعب اون ستيج ايفر غير بعد ما دخلت شارموفرز بسنه. اوكي. فكان عايزين نحضر لشارموفرز بقى يا ابني. عايزين نشوف بقى انت بتعمل ايه بقى بجد. بس هي جنرالي كده كده طبعا، هي النقطه بتاعت ان انت في نوع معين من الكرافت ما بيظهرش غير من الهارد شيب، ان انت في صعوبات كده والمعاناه والحاجات اللي زي كده بتطلع فن من نوع مختلف قوي. حتى بتلاقي بعد ما الناس ما بس بمناسبه المعاناه ده، مش حاسس قوي برضو انه الشباب اللي هم الصغيرين والرابرز بالذات طول الوقت بيبحثوا عن المعاناه علشان احنا بنقول الكلام ده في البرامج يعني اللي هو لازم مش حاسين ان ده بقى حاصل؟ على فكره المعاناه مش قصدنا سوري، مش قصدي المعاناه اللي هي مش لازم تبقى معاناه فاينانشال دايما. ايوه بس فاهمين قصدي، بس تبقى في اللي هو الارت عامه. انت هو بتسالي مع نفسك، ممكن تبقى ايموشنال فدي معاناه، ممكن أصلاً تبقى عندك بالزبط. حد تعبان دي معاناه يعني عندك امتحان بكره وانت مسترسه يعني، او ما كل دي حاجات يعني. المعاناه مش لازم تبقى حاجه ماديه بس. صحيح. وبعد كده والعكس يعني، كده كده لو حد ما عندوش معاناه ممكن يطلع منه محتوى معين ويبقى شكل معين. بس قصدي دايما الكرافت المعين بيجي من حد عنده مشكله في موضوع معين وبيحلها، بيأدرس حاجه، بيخاطب موضوع يعني. دايما هي الفن بيطلع لازم في حدوته طبعا، والحدوته بيبقى فيها كلايماكس وريزولوشن. هي هو ده الفن عامه، ان انت بتجو ثرو الجيرني دي. حدوته مو بقى مختلفه قوي، انسبايرنج قوي، حدوته مصريه مع انها مش مصريه قوي، بس يعني هي مصريه جدا.
اهلك كانوا عكس كل الاهالي المتعارف عليهم خالص، يعني مش ستيريوتايب بتاع الاهالي اصلا. تحكي لنا كده حاجه ده جميله. اثر ازاي على انا هقول هاو لك هو كرييتيف يو ار؟ ولا كريتيف ولا حاجه. بصي، هو ابويا كان نفسه يعني امنيه حياته ان هو يطلع مصور سينمائي. مصور سينما بالظبط. طب ما انت خلاص قولي انت بقى قصة. لا لا والله قولي انا لي. بس لا عياني يا هو انت بنتي، فاكره من 2012 يعني؟ انا فاكره كل حاجه. والله. الله اكبر تحفة. الله اكبر. اتفضل. بس فهو كان نفسه يطلع مصور سينما، وجدتي قالت له خش هندسه او طب وخلص بعد كده اعمل اللي انت عايزه. فهو دخل هندسه واتسحل بقى هندسه خلاص مش عارف ايه. فلما انا جيت وخديجه انا اختي مش هعمل كده مع ولادي. قال لي لو عايز تطلع رائد فضاء او رقاصه يعني اعمل اللي انت عايزه وانا في ظهرك. ومامتي نفس الكلام برضو. بس هو كمان كان بيحضرك من بدري قوي، يعني انت لعبت مزيكا هو وانت عندك لا هو ما زقش في حاجه. هو شاف ايه اللي طفل عنده بيحصل. 6 سنين بيلعب درامز، قرر ازاي؟ اكيد بابا ومامته صح؟ لا كنت عيل صغير كده عندي 5 سنين ولا 6 سنين، وكان في حفله مستر يحيى خليل درامر طبعا في الاوبرا يوم كذا في التلفزيون حفله بتاع. فقمت مشاور له يا بابي عايز اروح الحفله يا روحي بس قام واخدني. يا حياتي. بعد كده الحفله بعدها كانت في مسرح الجمهوريه، وبعد كده اللي بعدها كانت في الاوبرا تاني، ورحنا بقى باك ستيج وقابلت يحيى خليل وهو بقى بس خلاص تولى المسيره. واو. وخديجه عامل معاها ايه؟ خديجه أنا ومن وهي صغيره بتحب الجيمناستكس والرقص ومش عارف ايه، واحنا بيتنا جنبنا في سامي علوبه، فبقى هو يلا نروح نتشقلب. ومن وهي عندها 2 ولا 3 سنين وهي ستار يعني بتاعت سامي علوبه يعني كانت ابتدت تتعلم في ساميه وان هي عندها ابتدت تدرس وان هي ايه مثلا 9 10 سنين 11 يا سنه روحي حاجه كده. بروديجي يعني. نايس وشقت بقى طريقها. قد ايه سبورت مهم قوي 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 وبيفرق قوي في البرودكشن قد ايه؟ لان انت حتى لما انت بتبقي ثقتك في نفسك معدومه مهما كان صحابك وكده تمام، بس لو مامتك وباباك هم اللي بيخش بقلب احنا بظهرك دي حبايبي ربنا بس مش معادله انك يعني توصلي بالسبورت او عدمه. يعني انا في كتير أكيد يعني في ناس وصلت بسبب بعدم السبورت. يعني انا اي بليف اصلا انا بيرسونال على نفسي انه وصولي لحته معينه كانت جايه من عدم السبورت، عشان كان دايما في حته الاثبات. عاده دايما بيبقى في الفجر مش فير، بس مش 100% كده اللي هو مش هوريكو. هو انت بتبقي فاكره نفسك ما انا مش صغير يعني. هو ليه الخناقه دي صعبه قوي عليا؟ ليه التشالنج ده ممكن انا ما اقدرش اعمله؟ فبيجي التساؤلات دي من عدم السبورت في الحاجات اللي زي دي. فانا بالنسبه لي ساعات بيبقى سبورت مع شخصيات انت برضو الابن او الطفل بتبقيش عارفه ممكن يرفلكت معاه ايه ازاي حاجه ازاي يعني. ممكن لو انت ماشيه معاه في نفس الطريق اللي هو ماشي فيه ما يوصلش خالص، ويبقى حتى عنده هزة يعني كده في هزة كده معينة. والعكس هي يعني نفس اللي بيطلع من اوتكم هنا. فهي عشان بس ما حدش يروح بس يروح يحاسب على اهله ايه ده انت ليه ما سبورتنيش؟ لا مش فعلا الموضوع السبورت ده مش شرط يكون هو اللي بتاعه. وعلى فكره هو السبورت مش لازم يكون في اللي انت عايزاه بالظبط، يعني ممكن يكون بيسبورتيك يعني عامه في حياتك كلها. بس في الاسبكت ده بس هم مش شايفينه قوي، زي مثلا ما بوب بيقول كانوا خايفين من الحته، بس هم في ظهره في كل حاجه فاهمه، ومؤمنين بيه وعارفين ان هو تالنت، فخايفين من الحته دي، بس ده مش معناه ان هم رامينه يعني. فاهمه قصدي؟ ايه اهالي اللذيذه قوي. طب بقول لكم ايه، صحاب وعشره وكده دي بقت صعبه قوي مينتيننج فريندشيب يعني في الوقت اللي احنا فيه ده والله. وبعدين نبقى صحاب ونشتغل مع بعض، صحاب ولا بيزنس طبعا، وبعدين نبقى يعني احنا طبعا انا تيم واخوات وكل حاجه، بس كمان نبقى نسايب بقى وتيجي بقى حوار قوي حوار قوي بقى يعني. بوب بجد الريسك الرهيب انك تبقى صاحب عمرك وشريك نجاحك، وهنخش بقى ايه كمان نتجوز. والله انا بحب روح القبيله دي، ودايما الفرقه بيبقى حلو ان هي يبقى فيها الاحساس العائلي يعني. فهو ده حظي حلو يعني، مش بشوفها حاجه وحشه والله. وخديجه من الناس اللي هي من واحنا صغيرين نعرف بعض وكده، فهي عارفه كل حاجه. اخوها مزيكاتي، فهو الكومبو على بعضه ربنا سهلها كده، فالحمد لله اصلا. صعب عمرك اللي عارف كل حاجه، عارف يفكر ازاي وبينام ازاي وبيفكر في ايه. واختك بقى اوضتك ده ديجا يعني. كان خايف اكيد، كان خايف في الاول، لسه خايف شكله. لا والله بس كنت خايف بس ده طبيعي يعني طب يعني
لا طب- طبيعي جدا، هو كان لازم ما يخاف طبعا. طبعا يعني، انا ما مش كنتش حاسسها. اثر يعني اثر مش عارف. مش حاسسها حاجه غريبه يعني، فاهمه؟ لا طبيعي انه يخاف، شابين يعني صحاب بقالهم 12 سنه عارفين ولا البلاوي أكتر كلها بتاع بعض يعني، يعني، فاهم؟ فاللي هو يعني ما هو ده يطمن ويخوف الحمد لله بقى. يعني. عايز الحمد إيه لله يا زهرة حصل، طبعا؟ اصله حصل. عايز ايه دلوقتي عايز ايوه ايه؟ بس اتعصب يا حرام. انهي ناقصه بيغير، ايوه بيغير. بيغير على اخته جدا. ناحيه. لسه بيغير عليها. لسه لسه يعني ممكن يعني. نبقى بنتكلم في حاجه بتنشف تلاقي وشه قلب كده، بيعمل حاجات كده، بيغير على اخته طبعا. يا روحي. اه ولسه ما انت اختي مراته على نفسه أيوة. كده. بس انا مراعي والله الموضوع ده يا يعني. روحي. طب ودي بتتعامل معاكم ازاي يا جماعه؟ بتفصل بينكم قواتكم ازاي؟ صعبه برضه الموضوع صعب بس فر لا صعب برضه. لا بس هي لا، عشان لا بس بس هي يعني بتعرف في في مواقف خديجه معينة. ذكيه قوي. هي أكيد. بتعرف تتعامل، هي عارفه تفصل تماما بين الحياه بتاعه الشغل بتاعتنا دي والعيله وكده، وهي شخصيه عائليه كمان جدا وذكيه برضه زي ما بيقول، فهي لا عارفه تفصل، هي لازم تفصل، لو ما فصلتش الدنيا هتبقى صعبه جدا يعني. ترايب قد ايه ترايب؟ ترايب. دخلت انت في الترايب واتجوزت؟ انا قلت انا هاجي طولي. اتجوزت. الجواز عمل فيك ايه فره؟ حلو قوي، انا اتجوزت خلابي. بيست فريند، فبالنسبه لي الموضوع سهل. كله اتجوز بيست فريند، واضح انتوا الثلاثه اتجوزتوا بيست فريند صح؟ ايوه. الموضوع بيبقى حلو يعني، عشان لما يبقى فيه تفاهم اكيد احسن من لو الجواز كده حصل صالوناتي او مثلا من بعيد لبعيد يعني يعني. الصالونات ده مش وحش على فكره. ليه بيركس طبعا. بس مش للناس انا اللي بفتي زينا. على بيركس ايه؟ قول لي واحده، قول لي بيرك واحده. ان انت هتبين لها إيه؟ الجانب انا باتمان. ايه اللذيذه دي؟ طب انتوا بقول لكم ايه، بنات بقى بتقعد مع بعض كده وتشوف، بما انك يعني بفكر الترايب والقبيله وكده، قعدتوا مع بعض بقى يعني، حد قال لحد مثلا فره، قلت له فره البنت دي تنفع تخش قبيلتنا او لا او كده، ولا محدش بيتدخل في لا الحاجات لا دي؟ مالنا يعني. مفيش كشف هيئه والحاجات دي ما مش بتعملوهاش؟ في هيئه. ما بتعملوهاش؟ لا وما حدش طب لما موجي اتجوز ما قلتلوش دوس؟ لا اصل هو أنا ومي أعرف برضه برضه اصحاب يعني، هو نعرف مي بعض من مراتي زمان برضه. هم اصحاب. ايوه ما عشان كده فاللي هو تمام يعني. اوكي ومرات فره ساره احنا نعرفها يعني هي اول حلو. موضوع. بس كانت مفيش في ابروفلز كليب- بقى، مفيش كانت يلا في كليب مفيش. ساره طلعت في أنيو جامعة. جامعه، في الكليب بتاع انيو جامعه. ايوه بجد؟ ده قبل ما انا صدفة. ادخل إيه اللذيذه دي؟ ايوه مواضيع. طيب حاسين ان انتوا ان شاء الله لما ربنا يكرمكم في واحد فيكم على الابواب ان شاء الله، ان شاء الله. وتبقوا ابهات خلابي مش مم. مصدقاكوا انتوا مم. التلاتة. ايه اكتر حاجه هتبقوا مهتمين قوي 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 ان انتوا تزرعوها وان انتوا تبعدوا عنها في ولادكم، بالباك جراوندز اللي احنا لسه متكلمين عليها دي، طفولاتكم المختلفه؟ بص الرد اللي جاهز، الرد اللي جاهز يعني اللي بيجهز اللي هو اللي فاهم. بيجهز اللي هو فكر في الموضوع. انا كده يعني في حاجات يعني انا كشخصيه عاده انا بحب يا ابيض يا اسود، ما بحبش اللاين اللي في النص. اوكي. حاجات كتيره قوي مثلا انا مش ضدها، ولكن افضل اخوض التجربه من الناحيه دي اللي هي انا مش بحس انه الاهالي والابناء لازم يبقوا اصحاب، المفروض يبقى علاقه اب وابن، ام coming from you فرة surprising قوي بجد. على فكره هو الاب، علاقه الاب دي احلى من الصاحب. اوكي. هي بس ده بالنسبه لي أوكي. يعني انا افضل انها تبقى فيها نظره اعجاب وكل الحاجات الحلوه اللي بتاخديها من اي صديق، بل بالعكس هي بتبقى فيها اضافه الصله اللي ما بيننا، فاهم ازاي؟ فبتبقى بس هو النصيحه جايه من على حته فكره. اللي بس انت الصاحب كده برضو يعني، كل اللي انت قلته ده هو موجود في الصاحب. بس قصدي عارف اللي هو لما بنعلى بالرواشه كده على 16 سنه وبننزل الحاجات دي بالديسنسي يعني. يعني انا بالنسبه لي دي حته مش همشي فيها خالص. مش هيقول لك يا محمد يعني ولا لا خالص بابا واحترام وعلى بعد 2 متر وكده يا قلبي. بجد السيد سن. لا خالص، ولا ده الطبيعي بتاعي على فكره. اصلا انا لما باجي اتعلم مثلا بتعامل في اي اوبريشن شغل او اي حاجه، بيبقى العلاقه كده، انا برضو مش ببقى بس ده طيب شغل. ولذيذ، فاهم؟ ما دي علاقه اب وابنه أيوه. او ام وابنه. بس استنى بس احترام ولا البيبي يجي هيبقى ايوه بس ده مش بالنسبه لك يا يا جماعه. هو على فكره لا انا بس عايز ده اوت اوف احترام ولا تعلمه يعني يحترمك؟ باوندريز انت عايز تخليها موجوده؟ لا هي ديفنتلي مش احترام، عشان الاحترام البيبي لما يجي هيعمل بيبي عليك وهي ايوه وانت هتبقى تمام ومبسوط اصلا. اكيد لا اصلا الابلكيشن ده مش هيتطبق عليه وهو عنده شهر. هو قوم احترمني، قوم اقف افتح النور يعني.
هتحصل. انا بتكلم مثلا على من يعني الحاجات اللي زي دي اصلا انا بعتقد انه العلاقه المعينه او اللي هي الجوهر اللي ما بين الاب وابنه بتتبني من بين 4-5 سنين ل7 سنين في فيز معينه. بعد كده في فيز تاني بتتبني من 9 ل 12 سنه. اوكي. الحياه كلها مبنيه على الوقت ده. اوكي. انا لو في الوقت ده وصلت له انه هو عادي بقى قول لي وتعالى واحنا وانا وانت اتنين ضد مامتك، عارف الحاجات اللي هي الالعاب المناقشه اللي بتحصل. لا انا بالنسبه لي انا ومامته وانت ابننا، فالجوك والحاجات الانفايرمنت دي انا مش هعمل. دي مهتمه قوي تبقى بتزعل. انا مهتم قوي. انا مهتم تبعد عنه خالص. مهتم ابعد عنه. مهتم ابعد عن ان انا فاهمان اكتر منه عشان جاي قبله. هبعد عنها جدا. هو موسى اللي هيبقى فاهمان اكتر مني حتى وهو عنده 5-6 سنين، عشان هو ده اللي فرج عن this is fun. بيبلان كل حاجه لغايه لما ابنه يبقى عنده كام سنه، 12 سنه وكده. لا وبقى على فكره برتجل والله كتير قوي. انا بس ببقى جاهز، انا ببقى داخل الموضوع جاهز. جيت وقفت في النص لقيت نفسه بيقول لي انا مش عارف ايه، خلاص اردم بقى على كل بقى الخطط دي بقى وقطع الورق وولع في ايوه طبعا بعد كده. بس هي بتبقى الطف ان انت تبقي اتليست جاهزه بافكار اللي نفع منهم نفع، اللي ما نفعش مش هحزن عليه. ودي طبيعتي على فكره اصلا. حتى في الشغل ببقى جاي دايما رايح مأكد ومظبط وانا معتمد ان انا هعمل مش عارف ايه، ونازلين الشو مش عارف ايه هنصور بشكل فلاني، اوصل يوم الحاجه اقول انا عايز اغير. الله عليك. عشان ومن غير ارق وتوتر ببقى دايما فيها كونستراكتيف. يعني بنبني على الحاجات اللي هو طب بلاش نعمل دي، اقفل لي الموضوع كله بدل ما نعدل مثلا. فاهم قصدي؟ يعني برضو مش هاجي ارمي عليك البالو وامشي يعني. جدا جدا. تربيه العيال غير الكلاب خالص. وحتى الكلاب ما ربيتهمش، سبتهم. حتى الكلاب ما ربيتهمش، سبتهم يعيشوا حياتهم. طب ايه دي مشكله من مشاكلنا انا ومي. فكرت في الموضوع ده؟ لا مش هفكر اصلا. مش هتفكر إيه؟ من دلوقتي. انا اصلا اوفر ثينكر، فاقعد افكر لما العيال لما يجوا نشوف لما يجوا بقى يربوا نفسهم. لا مش يربوا نفسهم، هنربيهم طبعا وكل حاجه، بس هكتشف يعني. ما فيش حاجه معينه كده هو this is a big no انا مش هعمل كده مع عيالي خالص. ان هم يبقوا perfectionists دي مش عايزها اصلا. اوكي. مش عايزها خالص يا عم. بهدل الدنيا واغلط واعمل وتسوح وهغلط معاك ده عشان انت perfection. انا مش ما اعتقدش انها perfection. لا مو perfectionist طبعا بجد. إيه يعني في الورك فلو بتاعك ايه؟ في الشغل. ايوه في الشغل. في الشغل طب ماشي ده يعني اصل انا عاجبني قوي في عيلتكم perfectionist اللي هو ايه، اللي هو لازم ابقى اشطر واحد ولازم لا ايه ده ومش عارف ايه مش ده البرفكشن. لا دي الافضليه، فكره الافضليه اللي هي علاقه الخالات او الصحاب الامهات اللي هو مش عارف مين جاب كام في المية والحاجات دي. مش يعني لا انا بس اللي هو ما يبقاش حاسس ان هو لازم يعمل مضغوط. مفيش بريشر. نو بريشر as long as ان انت هتخش تنام عارف ان انت عامل اللي عليك. اوكي ده حاصل. عيش يا باشا. انا ليه بقى بقول لك عاجبني في عيلتكم انتوا ايه، يعني يجي كده الفرد فيكم يشوف هو عمل ايه في حياته مش عايز يعمله ويقوم مطبقه مع اللي بعده. بس هو ده ناس كتير قوي بتعمل كده. مش عايز ابني يبقى بس هو ناس كتير قوي بتعمل كده. ايوه طبعا هي صعبه بس انت خلي بالك هو مفيش كتاب ازاي تبقى هو رزق العيال رزق برضو خلي بالك يعني. ان ياما ناس بتربي يعني تربيات ايه ويطلع عيالهم ايه يعني. فكرت انت طب يا بوب ايه اللي نفسك تزرعه؟ والله مش عارف. لا مش عارف بالظبط ازرعه. انا عمال تفكر. يعني انا اللي انا عارفه ان انا هوجه بس في حته الاساسيات الطبيعيه، بس مش هأثر على شخصيته يعني ان هو يطلع ايه. دي برضو يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا. اساسيات طبيعيه بالنسبه لك في التربيه؟ ما يسمحش لحد يضربه. يعرف ياخد حقه. لو بنت تبقى عارفه قيمتها دايما. يبقوا عارفين امتى يقولوا لا دايما. بس الحاجات دي فنون قتاليه يعني. لا يعني مثلا في حته هبقى مركز قوي في حته مثلا هل هو ده بدايه فنان ولا بدايه رياضي ولا ده بدايه ايه. هحاول ان هو اساعده في اكتشاف موهبته من وهو صغير. حلو. لان دي حاجه حلوه لو الواحد عرفها بدري تفرق قوي يعني. تفرق في ان هو لو هيبقى بطل يبقى بطل، لو هيبقى عالم، لو هيبقى فنان ايا كان هتفرق قوي ان هو يبقى عارف هو عايز ايه من وهو صغير. فلو عرفت اساعده في ده هساعد طبعا او هساعدها يعني ايا كان يعني. لو جيت او ساعدهم لو جبت او ساعدهم برضو بس بحس ان هو مش في الزمن ده برضو الواحد
ممكن يبقى بيتدخل في حتة يعني هبقى بحب ان هم يبقوا بيعرفوا يزرعوا، بيعرفوا يغطسوا، بيعرفوا يضربوا نار، بيعرفوا يركبوا خيل. يعني قصدي اللي هو ايه، اكتر ما هم يبقوا جربوا حاجات كتير يعني. هحاول ان انا اخرج بره الميتريكس شويه أوكي. مع العيال، لان هو قصه ان الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي اللي هو كلهم ماسكين ايبادز وكلهم ماسكين موبايلات ومش عارف ايه والحاجات دي وكده، هي دي الحاجه اللي هحاول اسيطر عليها جامد قوي. عشان يبقى مخهم بتاعهم مش بتاع الكوكب دلوقتي. أوكي. ده اوكي. فدي هتبقى مأثرة جامد أكيد يعني. العيل الصغير أكيد اللي ماسك الموبايل طول الوقت ده لو عنده فرصة إنه هيبقى فنان ولا هيبقى فنان ولا حاجة، أو عمرهم ما هيبقوا حاجة يعني. مش هيبقى عارف أنا عايز إيه، لأن هو طول الوقت مشتت زي ما إحنا مشتتين صحيح. دلوقتي. إحنا لغاية بقينا دلوقتي. مشتتين بالظبط. فده في بداية نمو حد يعني أكيد هيأثر على إن ده هيبقى إيه يعني. بس نايس. طب البيبي الجاي بقى بتاعكم، بيبي بقى اللي هو بتاعكم المشترك ده، إيه البيبي؟ ايه البيبي ده؟ انت تعرفي حاجه ما نعرفهاش؟ تخيلوا بعمل لكم سربرايز. البيبي بتاعكم، البيبي اللي انتوا بقالكم فتره بتشتغلوا عليه، it's your baby, your third baby صح؟ كألبوم. اوكي صح؟ فورث التالت يعتبر. انفصام وبارانويا وكرفان والرابع الرابع. اوكي الرابع ايه بقى مختلف خالص 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 وزرعتوه في البيبي الجاي، في الالبوم الجاي؟ فره طبعا. بصي احنا الاثكس اتجاه الشغل في الالبوم ده اتبنت من الالبوم اللي فات. اتبنت من السينجلز اللي قبلها. موضوع تتابعي. وان شاء الله السنه الجايه هيبقى برضو في ستراكشر هيبقى واضح اكتر من ناحيه ان احنا دلوقتي بقينا يعني احنا عشان نوصل للالبوم فيه 5 اغاني احنا عاملين 14 اغنيه. ده اثكس يعني، ده شغل ان احنا دلوقتي ما بقيناش طب عاملين 14 اغنيه، اعملوا البوم كامل ليه؟ ما هي الموضوع مش كم وخلاص. هي الموضوع بالنسبه لنا ان انت دلوقتي بقى عندك طريقه شغل، بقى في طريقه ان هو مو بيبتكر حاجه، بوب بيبتكر حاجه، في لاين ما بينه وما بين مو، في لاين ما بينه وبين بوب، في لاين ما بينهم هم الاثنين. وفي معانا برضو بقيه التيم. عادل برضو معانا في الميوزك، في حد كاتب اغنيه ونص، وفي حد تاني بيكتب معانا، وفي حد تاني في ناس ساعات ميوزيشنز بيجوا يسجلوا معانا وبيانست، عايزين نسجل كمانجات، عايزين بيبتكروا. يعني احنا الموضوع برضو احنا برضو فرقه في الاول وفي الاخر، احنا برضو مش موزعين فقط، احنا عندنا طول التوزيع عشان نسرع فكره ان احنا بدل ما احنا محتاجين نروح بدل ما احنا محتاجين نروح نقعد في اوضه وهو قاعد على الدرامز بتاعته وانا قاعد ماسك مش عارف ايه وقاعدين بنقول ده اللاين ده على فكره كورك كشغل بطيء وممكن ما يطلعش وممكن حتى يحبط عشان ليميت على الحاجات كده. بس عندنا دلوقتي بقى في الهولو فلاين التراك كان عنده 2 شهر، ففي السيشن اللي ما بيننا اللي هي محطوطه في الجدول بتاعنا احنا نشتغل ان احنا قعدوا، فاحنا جايين وهنقعد فهيطلع مننا محتوى. فالمحتوى ده ساعات بيطلع بيكمل عند ففكره ان انت تخلي دايما الموضوع دايما داير. ممكن في اغنيه تبقى اصلا 4 افكار في بعض. فاهم قصدي؟ يعني في اغاني بتطلع يعني ده اللي فرق يقصده يعني، وفي اغاني بتطلع هي كتبت كده وهي كده كامله. بس عشان اتخلق مواعيد الشغل، اتخلق سيستم تايتل القعده دي ليه النهارده. احنا النهارده جايين نقعد عشان نعمل 1 2 3. النقطه دي لما بتركزي فيها بتلاقي نفسك بتاخدي خطوات او بتاخدي بالك من خطواتك طبعا. مش بتاخدي خطوات، انت دايما بتاخدي خطوات، بس لما تبقي عارفه احنا النهارده جايين نصور في purpose. احنا النهارده جايين نمنتج، النهارده جايين نلون، بس لما تقولي جايين نعمل انرجي بلس ايه يعني هنعمل ايه في انرجي بلس؟ لو رايحين اللي هو هنقعد نعمل اغنيه وخلاص دي بتبقى يعني غير لو حد في كلام مكتوب مثلا، غير لو في الموضوع ساعات بتبقى فيه اللي هو يلا يا جماعه نتقابل ونشوف ايه. لا ساعات بتحصل برضه كل حاجه وساعات موجوده، بيطلع منها حاجات حلوه قوي، وساعات بتبقى اللي هو نطلب اكل ونقعد. انتوا بقالكم قد ايه بتشتغلوا عليه وقت الالبوم؟ من الالبوم اللي فات ريحنا 2 شهر وبعد كده ابتدينا بالظبط. ده كتير قوي، سنه وشويه. سنه وشويه. ما هو 14 اغنيه، ما هو 14 اغنيه هنسمع منهم 4 أو 5. لا وبس، وفي سينجلز نزلت ما بين الالبوم اللي فات هتنزلوا باقي سينجلز؟ لا في اوريدي سينجلز منهم نزلت. من ال 14 يعني ايه كان ايه فيهم؟ اخر حاجه كانت في الالبوم زغاريت. اوكي. وكان في كلام الماما وعلى بالي وكان في يعني ديفا كانت هتنزل مثلا سينجل في الاول. يا سلام. اسمها ايه التانية؟ رسالة برضو كانت حاجة للحرب، وقت الحرب. وهل برضو كانت وقت الحرب. برضو. وفي واحدة اسمها شقلبتي روتيني.
الفكر الانتاجي برضو يا جماعه تطور واختلف، يعني مختلف قوي. يعني فكره الاي بي حتى انتاجيا بقت اصيع، يعني انت قصدك حتى انتاجيا لا مش الانتاج ان انت تبروديوس قد ايه، ان انت بقى تنزل اللي هي اسمها توزيع ايه يعني. توزيع. اكزاكتلي. اوكي. التوزيع نفسه برضو فكره اختلف قوي. يعني زمان الالبوم ده كان اللي بيعمل البوم هو ده برنس، ده الجامد قوي اللي فينا. ما بقاش في فورميلا على فكره قوي. ما بقاش فيه ولا الفورميلا اتغيرت؟ ما انا مش عارفه. هو احساس الفلوس وهي بتتصرف زمان على السي دي اغاني اكتر، كانت احساس اللوجستيكيات انك تعملي كل ده، توزيع فانك توزعي 10 اغاني في ايتم واحده هتاخديها من اي محل، كانت بالنسبه للمنظومه كلها احسن حاجه. بس طبعا. دلوقتي عشان المنظومه اللي بيتفرج عليها او بياخد المحتوى بتاعها كلهم مثلا اذا كانوا اطفال شباب كبار كده، الاتنشن سبان بقى قصير قوي طبعا. يعني، فبقى عايز الاتنشن اصلا بقى محتاج مش حتى سنجل، بقى محتاج 15 ثانيه من الاغنيه، صح. اللي هو حته هوك كده تلاقيها في ساموير مش عارف ايه وتضرب. يعني احنا اول اجنايت، اول يعني نجاح لديفا كانت الحته بتاعت على تيك توك. انت كنت ديفا زمان ولسه ديفا على الانستغرام تن بس الحته دي يعني طلعت على تيك توك وعملت بقى جنريت فيوز بقى بس في كل انتوا حته. ملوك الاتنشن سبان يعني ايزي مالي ولا السلام عليكم خلاص خلاص انا جيت يعني انتوا عارفين برضو دارسينها كويس ولا هي جايه كده برضو؟ ما اعتقدش دارسينها، عارفينها طبعا ان هي هتبقى هيت ولا لا، يعني انها هتكاتش، لازم هتكاتش، ان انا هخش كده فده هيكاتش، البيت ده يخش كده فهيكاتش بتبقوش متاكدين منها. انا بحس ان هي لا، مفيش حاجه اسمها متاكد، دي مش موجوده خالص، مش في البلان. لا خالص، زي ان انت تبقي بتعملي حاجه متاكده انها لا انسي، مفيش خالص. ولا اللغه اللي انت اخترعتها يا بوب كنت متاكد لا انها انا اخترعت اللغه دي عشان اعرف اغني الحان بتبقى صوتها كرنجي لو اتقالت بالمصري بس. interesting ازاي يعني؟ انه ايه يعني اللي هو الحاجات اللاتينو والالحان اللاتينو والافريكان برضو، والحاجات دي لما بتتغنى بالمصري في حاجات بتبقى حلوه وفي حاجات بتبقى كرنج كده غريبه قوي بس فانا الحاجات دي بحبها، يعني جاي منها، دي حاجات اللي انا بحب اسمعها وكده، فكنت بغني كده بس. وبعد طبعا خدت طريقه في الاول؟ لا خالص، بس الناس بسطت بالموضوع من الاول خالص. اكيد في ناس اتريقت لحد دلوقتي، ناس بتتريق على كل حاجه يعني لا بس قلت ايه يعني؟ ما قلت عملت ايه يعني مع النقد لا ولا حاجه، انا عمري ما برد على نقد او ولا حاجه ولا بيأثر فيك؟ لا يعني ان شاء الله لا، يعني الحمد لله. جامد قوي طب عايزه العب معاكم شويه العاب، ايه رايكم؟ يلا هسألكم مبدئيا، بلاش، بما انك قلت ان فيها كلمات كرينجي قوي لو اتغنت بالطريقه اللي انا بغني بيها، انا هديك كلمات اغنيه ماشي هتبقى كرينجي قوي طبعا لو اتغنت اداء شارموفرز، لانها اقرا كده، دي كلمات اغنيه ايه؟ كلمات اغنيه جانا الهوا. جانا الهوا جانا ورمانا. ماشي، عبد الحليم. جود لك. ايه بقى عايزاني اعمل ايه؟ sing it your way. لا عبد الحليم مستحيل احنا عادي، احنا ده شارموفرز. عايزاني ما ينفعش عبد الحليم، ما ينفعش نيجي جنبه. لا ده اصلا لما حد بيكفر عبد الحليم بيبقى وحش. احنا مش بنكفر خالص ولا نيجي جنب لحنه حتى. طب تلفي لفه وتجيلي؟ لف لفه يعني اديني دقيقتين. خد دقيقتينك معاك، يلا. طب مش عايزين تدوا بيت، تدوا اي ساعدوه في اي حاجه؟ احنا معانا آلاتنا هنا قسم معاكوا. دي درامز بتاعت مو لسه جايبه جديده. بوب جيتار جميل. يلا بينا. نقول لك جانا الهوا جانا ورمانا الهوا رمانا، والرمش الاسمراني شبكنا بالهوا، اما رمانا الهوا ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا. ده حبيبي ايه ده؟ طب نايس. حليم ما نقربش منه يعني. والله نايس. نروح ريجيتون، ده كان ريجيتون. ايوه ما هو جانا الهوا جانا. فيها سنة نوبي. فيها سنة نوبي. نايس. طيب يا ولاد، حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. حد اتأخر قبل كده على ميعاد حفلة؟ مين؟ ممكن نقول احنا في دبي فرة كان اتأخر سنة على حاجة، يعني كانت اللي هو قبل الحفلة بالساعة مثلا، يعني اللي هو خلاص احنا لابسين ونازلين، فرة قرر ان هو ينزل يجيب لبس جديد عشان يطلع بيه الحفلة واحنا في دبي. ليه يا حبيبي مش رايح لبسك ليه؟ كنت فاكر العربية اللي معايا سريعة قوي، طلعت في زحمة. انا قلت العربية دي كنت مأجر سبورتس كار وبتاع،
وقلت وببص كده على الطريق لقيته بعيد قليل، فقلت انا لو وصلت هوصل في دقيقه وهاخد مخالفه، يعني مش عايز اخد مخالفه بس يعني لامبورجيني وكده ماشي. سريع قوي. وبعدين زحمه، وقفت في زحمه، فضلت ساعه قبل ما وصلت فدخلت جريت اللي هو ابتديت اجري من كل محل اقول له حط تيشيرت اسود حطوا لي في كيس، وراح للمحل اللي بعده وبتاع مش عارف ايه جينز ما كانش معاك نفسي بره؟ لا معايا، بس هو قرر هو قال يتبسط بقى. عارفه جامده الافكار اللي هي بتيجي طبعا. وجريت وراه. طيب حصل ولا ما حصلش ان حد فيكم اتخانق في الشارع ونسي انه مشهور؟ انا ما بتخانقش. انا لسه ايه ما بتخانقش برضه. بوب قول يا احمد الموقف اللي حصل معاك. ما انا يعني لما كبرت ما بقتش اتخانق في الشارع الصراحه. يعني ما اتخانقتش وحسيت انه ايه ده بعدها ايه ده انا بوب، ايه ده انا مو انا إيه ده؟ لا ايه ده في اسم في باند شايل ما فيش كلام. برافو. ممكن اكيد بيحصل موقف بس مش فاكر حاجه دلوقتي يعني. اوكي ماشي. حصل ولا حصلش ان انتوا هربتوا من المدرسه زوختوا؟ انا كنتش بدخل اصلا مش بهرب يعني لما كنت بفوت اروح حصه انام بره اصلا. زوخت. انا عمري ما زوقت في المدرسه برافو. بس في الجامعه بقى. كلنا بوب. زوخت في المدرسه. ممكن بيقولها خايف قوي. ما سوري يا ماما. لا تمام، هي عارفه كل حاجه. طب الحمد لله. طب اللي بعدها على طول حصل ولا حصلش ان انتوا كدبتوا كدبه كبيره على اهلكم وانتوا صغيرين؟ طبعا. طب بتفكر في ايه بوب؟ انا لا بس استني، كبيره تو وات اكستنت؟ كدبه ساعتها انت كنت شايفها كدبه كبيره؟ لا طبعا. ايوه انا سبت البيت وهم مش عارفين، وقعدت بتاع مثلا سنه ايه يعني ايه فره؟ يعني ايه سبت البيت سنه وهم مش عارفين؟ يعني قال يعني برجع بالليل وبنزل الصبح بس بقعد ساعتين فبنزل فباخد هدوم في شنطه. وسبت البيت رحت فين؟ ما انا يعني عشان اول ما سبت البيت يعني انا سبت البيت من almost 9 سنين. اوكي. سبتها تدريجيا بس من غير ما اقول لهم. تدريجيا. اوكي. اللي هو اهلتهم. بس كانت هي اصلا انا كنت سايب من الاول وكان عندي دولاب هناك وكان عندي حاجات. نايس. اوكي. بوب. اكيد مش فاكر برضو كدب قوي دي يعني. هي مش كانت كدب، هي كانت بس يعني طب كانت مراعاه. عمركم صورتوا امضه ابهاتكم بيرنتس يعني؟ لا بس انا لما كبرت او يعني كده صورت كنت برد يعني لو على انك باباك. احنا صوتنا قريب من بعض، فكنت بعمل كده في التليفون. لو مثلا المدرسه اتكلمت اللي هو مش عارف ايه اقول ايوه معلش هأدبه. أيوة. عملتها مرتين بالظبط. واو. اوكي. زورت لنفسي ولغيري. ما تقولي بتولسو. اوكي. بوب طبعا جرافيك ديزاينر انت اكيد زورت. لا انا ما كنتش يعني انا كانت شقاوتي مش في الحته دي خالص. اوكي. يعني كانتش هي دي الحته دي. انا كانت دايما حلول ان انا ازاي انا ما كنتش شاطر في المدرسه خالص، اللي هو وحش يعني اعدادي وثانوي كله وحش جدا، مش اللي هو عادي. فكانت دايما التحوير كله في الحاجات دي، اللي هو اخبي النتيجه اقول رقم مش عارف ايه، بعد كده بقى نتصرف بقى. بس يعني ما كانش فيه اللي هو. اوكي. عايزين نوضح بس حاجه، ان لما فرق قال انا زورت ليا والغيري ده قصده على امضه الاهل في المدارس، مش تزوير. مش شرموفرز. لا مش تزوير عامه، عشان بس ايه يعني ريبورت كارد كده عشان الموضوع عبيط قوي يا جماعه. انا زورت ليا والغيري بالظبط. هو زور اطفال يعني. وريني امضه مامتك وانا اولدها. ايوه وديها له. طب ضربتوا على فلوس دروس وخرجتوا بيها، عملتوا بيها اي حاجه تانية؟ لا انا عمري ما عملت كده. ولا انا برضه. شاطرين. ايه ده الادب ده؟ لا ما في حاجات وحاجات يعني قصدي. بص اللي جايه دي اخر واحده. ارجوك. صاحبتوا بنتين في نفس الوقت؟ طبعا. مو خطير. ما بيفكرش اصلا. اوكي. في سن الطفوله طبعا. بالظبط يعني في سن الطفوله. لا في سن النضج يعني، في سن المراهقه، في سن النضج. ايوه حصل. انا ما كنتش بليبل يعني، كانوا بيبقوا ما كنتش بقول انا مصحح يعني، ما كنتش فاهمه، فبتبقى الدنيا لذيذه كده. سيتويشن شيب مش حاجه فخور بيها على فكره يعني. دي انت مش فخور، واضح ان هو كان فخور. لا حاجه جدا جدا. لا مش حاجه حلوه جدا يعني. الواحد لما بيكبر خلي بالك الحاجات دي كلها بتيجي على دماغه. اوكي جدا. طيب لعبه تانية، قولوا لي مين اكتر واحد فيكم بيتاخر على مواعيد؟ بوب. بوب صح؟ لا انا النهارده يا عم انا اتاخرت النهارده بس على فكره. لا بس انا ساند على فره يعني، هو فره. انت ساند على فره بس هو بوب. اوكي. انت اكتر بتاخر؟ بس انا مش بتاخر قوي، لا بتاخر ساعات.
غصب عني. ايوه لا انا عارفه كل الاسباب اللي بتاخرك اللي مش هينفع نقولها. لا فرة النهارده مثلا بيكلمني وانا جاي في الطريق، لا بجد بيكلمني في الطريق، ايه يا مو انت فين؟ فبقول له انا خلاص مش عارف ايه. طيب اصل انا نزلت ما لقيتش العربيه، فبقول له بالظبط. فاتسرقت يعني ولا لا السواق خدها بس. طيب مين اكتر واحد عصبي؟ بوب؟ مو؟ مين اكتر واحد عصبي؟ انا مش عصبي. انت هتتعصب عليا؟ لا ولا انا عصبي. يا مو مين؟ الموقف هو اللي بيحدد على حسب نوع السيتويشن. نوع في مواقف معينه بوب بيبقى عصبي قوي فيها، وفي مواقف تانية مش بس انا ما بقتش عصبي يعني. انت من اول ما جيت انا تقريبا ما تعصبتش خالص. أيوة. صح. الامتصاص حصل. ايوه انا عارفه، متخيله والله. متخيله. طب مين اكتر واحد بيرد متاخر على الجروب يا جماعه، او ما بيشوفش جروب اصلا؟ ممكن انا. احمد ما بيحبش يسمع فويس نوتس. انا ما بحبش الجروبس، انا الجروبس بتوترني جدا. عايز 1 تو 1 كده يعني تعالى لي او 1 to من 1. غير واتساب اصلا، لان ما انا تكلمنيش. الواتساب بحس ان اللي قدامي مكشر لي. اوكي. مش يعني لما حد هيبعت مثلا انت فين، بحس بيقول لي انت فين، اوكي مش بيقول لي انت فين كده. بحس انا رد اللي هو جاي في الطريق اهو، ها عايز ايه، بحس ان في بعديها ها عايز إيه. مش دايما في ديل. الواتساب مش بيبين اي عواطف، صح. فما بحبوش. فويس نوتس بتبين شويه يعني لما بتتسرع برضو تتسرع بتبقى خطيره طبعا. كلنا على تايمز 2. وبعد كده تبطئي تلاقيه بيقول حبيبي انت فين؟ بس في السرعه. ايوه. طب مين اكتر واحد قلش فيكوا يا جماعه؟ بيقلش هريكوا قلش. كل واحد ليه سنس. برضو فرة ومو برضو عندهم قلاشات. فرة ومو لا بس فرة غلس مجانين كده. لا بس فرة غلس يعني. فرة مثلا امبارح في الريهرسل وقاعدين ومفشوخين بقى في حاجه تكنيكال، فرة جاي مثلا يقول بجد اللي هو حاجه طب راستر الجهاز، طيب عارفه اللي هو الرخامه طب وصل كده ده، او مثلا هو بيدور مثلا بقاله ساعه مثلا يقول لي شوفها هنا ولا هنا ولا هنا رخم يعني. فاهم اللي هو الرخيص القلش الرخيص. ايوه ما كان بيتقال لنا كده زمان يا جماعه، في يعني كان بيتقال لنا ما تشوفها هنا ولا هنا. او دور طيب. طب دور كويس. طب مين اكتر واحد بيتوه في الطريق؟ دي معروف. انا لغايه دلوقتي بستخدم GPS. انا بتوه ده وانا برجع البيت. دي معروفه. انا استخرت عشان كنت بلف تايه. بوبا. اوكي. مين انت؟ اعتقد ان انت ما بتطلعش بره المعادي اصلا يا عشان تتوه. كنت ما بطلعش. لا ما احنا هنا، احنا فين هنا؟ ما صح احنا هنا في المدينه. طب مين اكتر واحد بياكل فيكو؟ كلنا. بس يعني هي مراحل. يعني في مراحل مثلا انا باكل جامد، في مراحل بيبقى لا وفي مراحل اللي هو مثلا بوب بنسخن بعض مو احنا كمان اسبوعين هنصور فلازم نلم مش عارف ايه وبتاع. كنت بعدها بيومين انا امبارح كلت حمام. الله. يقول لي فيقوم قايل لي ايوه انا كمان على بقول له ايه يا بوب يعني انت اللي بتقول لي ما تاكلش. انا الاكل بيظبط لي مودي جامد قوي طبعا، بالذات الشوكولاته يعني. طبعا كيس الشوكولاته مشكله. كيس شوكولاته انت كمان؟ لا انا ما باكلش كتير، انا مشروبات سكريه بس. اوكي ماشي. مين اكتر واحد بينسى كلام الاغاني؟ هو انا اللي بغني. بس ساعات برضو يعني ساعات لو مثلا اتشتت في النص او حاجه ممكن اسقط، فابص المو يروح جاي اعمل لي ببقه كده. سنه كامله بتصير الجدل بتتغنى ناقصه بس. لا اقول لك سنه كامله. وفي برضو اغنيه على بالي. ايوه على بالي. الفيرس التاني ده بيتغنى نفس الفيرس الاولاني. عشان خاطركم. هو بيعمل كده اما ينسى عشان خاطركم. اديكوا عارفين خلاص لما يقول عشان خاطركم دي يبقى ايه؟ نسي اكيد. ماشي. طيب انتوا عملتوا يعني اغاني افلام كتير قوي. السؤال والله بجد نفسي اساله دايما، هل يا جماعه بيجي لكم السكريبت بتقعدوا تقروه عشان تعملوا الاغنيه ولا بتتبريفوا؟ ساعات وساعات الاثنين. ساعات بنتفرج على الفيلم اصلا. اوكي. كل ما المخرج بيبقى بيدينا حاجات يعني بنك الحظ مثلا احنا اتفرجنا على الدايركتورز كات كانت 2.5 ساعات قبل ما يقصوه. مثلا كان في اوضه وفار كان استاذ تامر محسن مهتم طبعا جدا بالموضوع، فكان حتى بيجي الاستوديو ويقعدوا لما الفيلم خلص برضو رحنا اتفرجنا عليه. حتى كان الفيلم اوريدي نزل والاغنيه نزلت بعديه بالظبط. اوكي نايس. احنا اخر حاجه عاملينها ايه؟ كان فيلم هنيدي. كان فيلم رحنا قعدنا معاهم حكوا لنا كده شويه، كتبنا نقط عن الموضوع
فطلعتوا زيزي رحنا اتفرجنا على كام حلقه برضو ومشاهد مسلسل خلي بالك من زيزي. هم يعني كل ما على حسب بيبقوا عايزين ايه. في بيبقوا عايزين اغنيه للفيلم نفسه، يعني على احداث الفيلم او على بسبب حاجه بتحصل او كده، زي فيلم بنك الحظ او اوتو فور او الحاجات دي. وفي ناس بتبقى عايزين اغنيه لذيذه بتحصل في حفله مثلا، فدي ما بيبقاش ليها علاقه وفي بالفيلم. زي هبت مثلا عايزين الابطال يغنوا معاكم بالظبط. فدي لازم كدعايه عارفين الفيلم. هو انتوا اللي طلبتوا ان هم يغنوا ولا هم جايين اصلا عايزين؟ لا هم كانوا عايزين يعملوا يعملوا كده. الباجوري عايز كده اكيد. لا بس دي فهم مفهومه، دي لا، دعايه وفي وكده. بنك الحظ برضو استعملوا البوكسر في الموسيقى التصويريه في حتت كتير. ايوه كل ما بيبتدي يحصل اكشن ولا حاجه. ايوه طيب دلوقتي انتوا عارفين طبعا بدون كلام. ايوه اوف بحبها قوي. الله. طب حلو. احنا عندنا هنا المفروض 6 كروت. ايوه كل واحد هياخد كارتين كده بالحظ جدا. انا هاخد الكارت ده ليا بقى. ماشي. لا خد الكارت ده ليك كده. كل واحد طالع له اسامي افلام من اللي عملته اغانيهم. كان الموضوع سهل قوي. ماشي. بس فهنبتدي من مو. ماشي. يعني مين اللي هيكسب في ايه بقى ازاي؟ كل واحد هيقول. هو هنشوف مين اكتر حد الناس اللي افلامه يعني لو عرفوا الفيلمين بتوعي يبقى انا كده برافو عليا. برافو عليك. ماشي. طب ممكن يرخموا ما يقولوش عشان ما اكسبش. لا هكسبك. لا انا بقول يعني علينا كلنا يعني. انت بتديهم افكار. لا القانون ده مش فاليد. القانون ده مش فاليد. طب خليها اللي يعرف اكتر واحد افلام. بالظبط اكتر واحد. يلا بالظبط برافو عليك. وهم 5 سكندز. الموضوع سهل قوي. 5 سكندز. انتوا عاملين اصلا اغاني ليميتد. ايوه هي اغاني افلام اغانينا افلامنا افلام اغانينا اغاني افلامنا. ماشي يلا. اغاني الافلام. في كلمتين من بنك الحظ. الله. ده صعب. كلمتين. 1 2 3. كيكه بريمو. الله برافو. يلا كده 1-1. داري على ورقك يا محمد. فاهم قصدك. يلا 1 كلمه واحده. هبته. محجبه. لا واسلاميه. 4 رقاصه. عيد رقصتي. خلاص عيد عقده خواجه. هو انا قلت كلمه واحده. عقده ثانيه خواجه. واحده. عيد رقص. ايه ده؟ عروستي. انت كانت عروستي يا عم اعمل كده زغرت. ايه دي؟ ما دي زغريت. دي عروسه محجبه. عروسه جميله كده. عروسه لعبه يعني. ماشي. كلمتين. 1 نص رايح جاي. 2 اسماعيليه رايح جاي. 4 افلام كنتوا 5 فراعنه. لا خلاص انت ما فيش. انت ايه يا ابني الهطل ده؟ انا وحش في اللعبه دي. طب استنى بس معلش دي له 5 ايه ده رمسيس. رمسيس باريس. رمسيس باريس. انا نسيت اصلا الفيلم انت ده. نسيت الفيلم اصلا ايه اللي انت عملته ده رمسيس ده. دي بتاعت عيني بتاعت هشام عباس. قول لي رمسيس ازاي؟ كده فرعوني. ايوه صح كده. اوكي دي رمسيس. قال لك رمسيس. انا كلمه واحده. ايه ده اصلا؟ معلش. ماشي ابتدي. هبته. ايه ده؟ الله. كلمه واحده. ايه اللذيذه دي؟ مين؟ شنب. طوفار. برافو. الله. فر اكتر واحد كسب. طبعا فشل. لا هو اللي كسب. هو جاب فيلم مني وفيلم من بوب. هو جاب فيلم منك ومن فيلم بوب بس هو افلامه ما اتعملتش. ما هو فاشل. فده على القانون الاولاني يبقى فر هو الخسران. ايوه انا كده خسرت. وانت جبت فيلم وانا جبت فيلم. انا كده ايه دي يا ابني؟ انت دي يا ابني اللي هي walk like an Egypt. بس جايبها منين؟ بس لا مش صح. احنا ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده ممكن نعمل والله بص انا كده باخد البليم كله على الموضوع ده. يا حبيبي شفت السبونج اللي بتكلم معاك انا قاعده عماله بطلع في السبيريت. عرفنا في الاخر السبيريت ماشيه ازاي. طب شباب انا انبسطت قوي من القعده. والله احنا كمان. والله اتمنى تبقى كانت خفيفه عليكم قوي. كانت خفيفه ولذيذه جدا. والحقيقه انها مليئه بحاجات كتيره قوي. الشباب بيحبوكوا الفانس بتوع عشان موفرز يعني اعتقد هيعرفوا اكتر برضو المطبخ بتاعكم بيشتغل ازاي وفكركم ماشي ازاي بشكل عام. وربنا يخليكم لبعض. دي اهم حاجه. دي اهم دعوه ممكن ادعيها لكم. لانه طول ما انتم مع بعض هتفضلوا passionate about music. هتفضلوا passionate about النجاح. صح. انتوا دقتوا نجاح مع بعض. فانا عارفه قد ايه ده مهم ان انتوا تفضلوا مستمرين في ان انتوا تفضلوا تدوقوا النجاح دوت. فيا رب ما اشوفلكمش ابدا كسره خاطر. تفضلوا ناجحين كده يا حبايبي. ربنا يخليك. وطول الوقت مكسرين الدنيا وجروفكم مش زي اي جروب في الدنيا. ان شاء الله. ميرسي يا زهره. شكرا. ثانك يو الحق بريمو وقع. ونورتوا انرجي. شكرا. ويا ابني انرجي انت حبيبي. شكرا. ثانك يو حبايبي. حبيبي. ثانك يو. باي باي.